حاسه انك تعبانه ومش فاهمه ليه؟ بتعملي كل حاجه في ايدك ومش حاسه انك بتوصلي للي انت عاوزاه؟ يبقى الفيديو ده ليكي. مشكله الستات في مجتمعاتنا، سواء فضلت جوه المجتمعات دي او سافرت بره، مش انها ضعيفه ولا انها مش بتحاول كفايه. المشكله الحقيقيه ان الستات شايله كتير قوي، وبنحاول نأدي في كل الجوانب، بيت وولاد وشغل وعيله، من غير ادوات تحمي نفسيتنا ومن غير فهم حقيقي لاختلافاتنا السيكولوجيه كستات. عشان كده قررت اعمل كورس مش بس معلومات، ولكن رحله تغيير فعلي. عيش البراح مش بس اسم الكورس، ده الواقع والهدف اللي هتعيشيه بعد ما نطبق سوا منهج الكورس. في عيش البراح احنا بنشتغل على 4 محاور أساسية هي اللي بتسبب الضيق والضغط والإنهاك لأي ست. دماغك اللي مش بتبطل تفكير ليل ونهار. 2، مشاعرك اللي يا بيحصل لها فيضانات وانفجارات على اللي حواليكي، يا بتتخزن جواكي وتعييكي. الضغط اللي بيتراكم في جسمك يوم بعد يوم لحد ما عجزتي قبل أوانك. و4، محاولاتك المستمرة اللي مش بتجيب نتيجة. بنشتغل على ال4 محاور بطريقة تناسب تفكيرك كأنثى، عشان تعيشي بذكاء مش بمجهود يهد طاقتك أو يجي على حساب أنوثتك وسلامك الداخلي. جوه الكورس ده هتلاقي أدوات عملية تمشي عليها يوم بيوم، تمارين سريعة وعميقة تنقذك وقت الأزمات، لقاءات لايف تفاعلية بنتعلم فيها سوا منهجية مدروسة وموضوع بعناية، ومجتمع بنات شبهك يمشوا معاكي نفس الرحلة في بيئة آمنة وداعمة. هدفي مش إنك تخرجي بمعلومة، ولكن تخرجي بمنهجية تعيشي بيها كل يوم، تعمل جواكي وسع وبراح. رحلة مدتها 5 أسابيع بنمشي فيها خطوة خطوة بالراحة من غير استعجال، عشان التغيير العميق دايما بيحصل بالتدريج. وعشان الرحلة دي توصل لكل بنت وست محتاجاها، وفرنا أكتر من باكج عشان تختاري منها الأنسب لاحتياجاتك. ابعتي دلوقتي اسألينا عن تفاصيل الباكجز واختاري الأنسب ليكي النهاردة. انت مش مضطرة تعيشي بتجري طول الوقت، تقدري تنجزي وتتحركي في أدوارك المختلفة وانت مرتاحة، حاسة براح ومتصلة بأنوثتك. انت فعلا تستحقي ده.